بناء على الاستشارة الوطنية اللي خرجت على طريق السيارة قفصة تونس. وقتها جت شوية على كنا كيفاش صفاقس باش يتم عزلها. دونك بدينا نخمموا احنا في اطار لجنه، ومشكور السيد رئيس الجامعه في رمضان خلينا معناها الجامعه معناها في اكثر الاوقات في جمال الغربي زي كيف اللي هو سي مسدي اللي مثل من وزاره النقل، وكله خيال كله استعنا بالخبرات وبدينا نحكيو معناها اطابل معناها ما عندناش مشاريع معناها في مخنا، اما نحكيو كيفاش ان صفاقس تبقى عندها قدرة تنافسية في المحيط نتاعها. هذا الهدف الأساسي، هو كيف نجعل من ولاية صفاقس ولاية تشع على الولايات المجاورة. هذا الهدف الأساسي اللي الباز اللي بنينا عليه. ومن ثم انطلقنا كيفية إدماج الولاية على مستوى المركز الولاية مع المحيط نتاعها، المحيط الداخلي اللي هي المعتديات المجاورة، وكيفية تنمية المعتديات المجاورة. وهذا تعرفوا أن من شأنه أن يخفف على الضغط على مدينة صفاقس تعاني من مشاكل مرورية ومشاكل بيئية كبيرة. ثم في الخط الثاني كيف أن صفاقس تبقى معناها مشعة في الإقليم نتاعها، وحتى صفاقس نفتحها على المحيط الخارجي من خلال الحدود الجزائرية، وايضا من خلال تنميه القطاع الجوي وقطاع البحري. يعني معناتها تقريبا تحط الموضوع في الاطار تاع معناها ما هيش دراسه قام بها مكتب دراسات، وما هيش دراسه معناها كلفنا بها المجموعه الوطنيه في برشا فلوس. معناها خدمنا خدمه ووفقنا ربي باش نجموا نحددوا ما هي المشاريع الاستراتيجيه اللي ما يمكنش الدوله تمولها في الميزانيات العاديه بتاعها. احنا معنا جمعتنا مصلحة جهتنا باش نقولوا على الأقل كيف نرى الأمر، وهذا لا يعني نريد هذا أو لا شيء. عبارة هي فورس دو بروبوزيسيون، وهذا هو اللي خلى وزارة التنمية يفرحوا بالفكرة اللي بالطريقة هذه. مش أنا نقرر يلزم يصير كذا كدولة يلزم يصير كذا. ويا سيدي نحن كمثقفون كمجتمع مدني اللي هو يفوق الأمر يمثل معناها تطلعات الناس هكا ولا لا، كمفكرين. خاطر احنا حتى كي نشوفوا واحد كيما سيب وسادة من فرنسا وكل يخموا معانا، هم ليس لهم في القضية ناقة ولا جمل على الأقل في الوقت الحالي، لكن همهم الرئيسي يروا بلادنا حالتها تتحسن. وأظن الأسلوب هذايا كما رأت وزارة التنمية لو يقع اتباعه في ولايات أخرى قد يعطي للسلطات في العاصمة معناها ليكسيك أو كتالوج لما يمكن أن تقوم به لإرضاء الناس والقيام بما هو صالح. الجامعة هي موجودة وتفكر مع المفكرين ومستعدة للمشاركة. واليوم باش يكون معنا في بالكم اللي احنا قادرين في جامعة صفاقس باش نقدموا أجوبة. يكون في علمكم اللي الجامعة قدمت في الثمانينات مشروع اسمه المترو في صفاقس، ولا نعلم به إلا نحن الجامعيون ولا يعلم به غيرنا، وهذا مؤلم. واحنا اليوم قادرين اكثر من الثمانينات. باش يكون في علمكم جامعه صفاقس هي اول جامعه في المغرب العربي، هذا تعرفوه ولا؟ وهي توا في 20,000 جامعه مذكوره في الانتاج العلمي، ورتبتها 1640 اللي هو رتبه احسن من عدد كبير من جامعات فرنسا. كيف لنا جامعه اللي هي لمخ البلاد، هي كي ناخذ جسد البلاد ولا يقع استعمالها؟ هذا اطار من الاطر، ونتمنى ان تكون هناك اطر اخرى. المجموعة هذه عزيمة إن فولونتي، عزيمة خالصة، لأنه وراءها ما فماش بحث مادي، ما فيش بحث مادي. والحقيقة أنه لقيت أنه العمل اللي صار في المجموعة هذه هو عمل إنساني بحت. وجمال الغربي هو إنسان يبحث على معنى الإنسانية. قلت أنا هذا هو الترى اللي نجم نشارك فيه بصفة موضوعية، واتصلنا بكل القطاعات اللوجستيكية، برية بحرية جوية سكك حديدية، وقعدنا نفهموا شنو مشاريع مدينة صفاقس في الناحية هذه اللوجستيكية.
اتصلنا زاد بالجامعة، وقينا ما شاء الله من الاقتراحات والكتب، لكن بعد تفكير قلنا شنية الإشكالية بالنسبة للمشاريع هذه الموجودة، ومنها مشاريع موجودة من 78. علاش اليوم الحالة متاع صفاقس مشاريع من 78 التو ما فماش حاجات ملموسة ومحسوسة في التقدم المشاريع هذه. الحقيقة المرحلة الأولى احنا بدينا عملنا دي رابور تكنيك بالنسبة للبروجي موجودين، وتوا قاعدين نفكروا انه باش نقولوا المشاريع هذه راهو يلزمها ترتبط بمفهوم معنى التنمية. نحب نأكدوا على دور الجمعيات في المشاركة في المنظومة الاقتصادية والمنظومة العلمية والمنظومة المعرفية بالجهة، وبناء الاقتصاد بولاية صفاقس. النقطة الثانية هي المنتوج والمشاريع الموجودة كلها مشاريع تهم ولاية صفاقس بكاملها. نحكيو على قطاع الصحة، القطاع اللي يخصني شخصيا لأن نعرفه أكثر شوية من القطاعات الآخرين، هو قطاع الصحة. وقت نقول نهوض بالصحة في كامل أنحاء الولاية بجميع معتمدياتها. وقت نقول ما نقولوش ما نحكيوش كان بناء مستشفى جامعي في صفاقس اللي عندنا أكثر من 17 سنة من اللي خرج في الجورنال اوفيسيال وما تمش الانجاز نتاعو، وقعدنا نموت ونحياو في مستشفى جامعي وحيد في صفاقس. تو عندنا اكثر من 20 سنه، واكثر من في نفس الفتره يمنيوا فينا ويخرج في الاعتمادات وما يتمش الانجاز نتاعو. ولكن رغم هذا راهو ما نجموا ننهضوا بالصحه في ولايه صفاقس الا ما تكون الصحه متوفره في جميع المعتمدين. في الاخر شنو هو اللي معناتها احنا نرميوا له كونه يكون راي عام في صفاقس معناتها مساند للمشاريع المقترحه، معناتها باش ما وقت مثلا كيف نطلبوا من الوزاره يكون العمل هذا نابع من المجتمع المدني ومن الهياكل المهنيه ومن الخبرات والكفاءات داخل الجهه ويكون متفق عليه، وهكاك نجموا حتى المشروع اللي باش نقترحوه هذا مشروع رانا احنا في جهه صفاقس متفقين عليه.